حي فقير في مدينة بنسكولا في ولاية فلوريدا، منطقة عشوائية قريبة من الغابة، والبيوت كلها عبارة عن مقطورات. وفي يوم الساعة 9 بالليل الدنيا بتبقى هادية، وواحد من سكان الحي بيخرج يتمشى عند الغابة القريبة، بس هناك بيسمع صوت غريب جاي من بعيد. الصوت بيخليه يقرب أكتر، ولما بيقرب بيشم ريحة بنزين عالية بشكل مش طبيعي. بيجري بسرعة ناحية الصوت، وهنا بيشوف ست بتزحف على الأرض ناحيته وهي بتحاول تستنجد بأي حد يلحقها، لكنه ما قدرش يتعرف على شكلها أو يميز هي مين، وده لأنها كانت مشوهة وجسمها تقريبا محروق بالكامل. اتصل بالإسعاف وهو مش مصدق إنها لسه عايشة. لما المسعفين وصلوا لقوا حروق وإصابات كتير في جسمها، بس عينيها كانت مفتوحة وكانت بتحاول تتكلم بآخر قوة عندها. قالت 3 أسامي: تينا وهيذر وبريتني، وبآخر صوت طلع منها قالت دوروا على ولادي. وهنا فقدت الوعي عشان تبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. أدريانا زيمرمان، واللي كان عندها وقتها 19 سنة، اتولدت في ولاية تكساس سنة 1990. كانت بنت بسيطة عندها طفلين بتربيهم لوحدها. نقلت لفلوريدا قبل كام شهر بس من الجريمة عشان تبدأ مع ولادها حياة جديدة، بس ظروفها المادية خلتها تعيش في مقطورة صغيرة في حي مش أحسن حاجة. كل اللي يعرفوها قالوا إنها كانت طول الوقت بتفكر في ولادها، وعلى طول بتجتهد في شغلها عشان توفر لهم عيشة أحسن. كانت طيبة وبشوشة وبتحب تتكلم دايما مع جيرانها، بس الحي اللي كانت عايشة فيه كان مليان مشاكل، بيع مخدرات وعنف وخناقات، وده خلاها تدخل في مشاكل مع ناس زي تينا وبريتني. كانت دايما بتحلم إنها تطلع ولادها من الحي ده وتعيشهم في حياة أحسن، بس للأسف حتى حلمها البسيط ده انتهى بدري شوية. أول اسم في الأسامي كان تينا براون، ست في أواخر الثلاثينات كانت عايشة في نفس الحي مع بنتها بريتني اللي كان وقتها عندها 16 سنة. حياة تينا كانت قاسية، كبرت في بيئة مليانة مشاكل وإساءة وعنف، وطول الوقت كانت شايفة نفسها ضحية. تينا كانت معروفة في الحي إنها ما بتسكتش لأي حد يزعلها، وكانت بتاخد حقها بسرعة سواء بالكلام أو بالفعل. كانت بتحب بنتها جدا وكانت قريبة منها طول الوقت، بس طريقتها في التربية خلت بنتها تكبر وهي عصبية وردود أفعالها تبقى عنيفة معظم الوقت. وبنتها كمان كانت متعلقة بيها وبتقلدها في كل حاجة، كانت عنيفة وغيورة جدا، وده خلاها تتخانق مع أدريانا لما سمعت بس إشاعة إنها اتكلمت مع حبيبها. ومن وقتها وبريتني بتتعامل بعداوة شديدة مع أدريانا. أما الاسم الثالث اللي قالته أدريانا كان هيذر لي، جارتهم وكان عندها 27 سنة، كانت عايشة مع جوزها دارين في مقطورة جنبهم. هيذر كانت هادية وبتحاول طول الوقت إنها تفض الخناقة ما بين تينا وما بين أدريانا، بس ضغط تينا وبريتني عليها خلاها تتورط معاهم. وبعد ما أدريانا قالت أسامي جيرانها ال3 تينا وبريتني وهيذر، الشرطة على طول راحت على بيت هيذر في نفس الحي. لما وصلوا البيت لاحظوا إن نور المقطورة كان مفتوح، بس أول لما قربوا النور اتقفل فجأة. خبطوا على الباب أكتر من مرة لكن محدش كان بيرد، مع إنهم كانوا شايفين ظل بيتحرك من ورا الشباك. ما قدروش يكسروا الباب ساعتها لأن ما كانش معاهم إذن تفتيش، وفضلوا يخبطوا لمدة ساعة كاملة. وبعد ساعة هيذر فتحت لهم الباب، وجوه لقوا تينا وبنتها بريتني وكمان هيذر جوز دارين. الشرطة سألتهم ليه ما فتحتوش بسرعة. هيذر قالت إنها اتخضت من الصوت، وتينا قالت إنها ما سمعتش أي حاجة. طبعا تصرفهم وردودهم خلت الشكوك تزيد، والشرطة قبضت عليهم فورا. خدوا تينا وهيذر على الاسم في نفس الليلة، وبريتني جت تاني يوم الصبح بعد ما خرجت من المستشفى، وده لأن دراعها كان مكسور ومحتاج يتجبس. وفي الاسم التحقيقات بدأت مع ال3. تينا كانت هادية بشكل غير طبيعتها وكأنها مش مهتمة باللي بيحصل، وهيذر كانت بتعيط وقالت إنها شافت أدريانا نازلة مع واحد غريب، وقالت إنها ما تعرفش أي حاجة عن اللي حصل. أما بريتني كانت ساكتة بوكر فيس ومفيش على وشها أي رياكشن. ومع استمرار التحقيق بدأت القصص تختلف، وبدأ يحصل تضارب كبير في شهاداتهم. التحقيقات وصلتهم لمكان الجريمة على بعد 1.5 ميل من الحي، وهناك لقوا صاعق كهربي عليه دم. ولما واجهوا تينا بالصاعق قالت إنه أصلا كان بتاع أدريانا. لكن بعد كام يوم واحدة بتتصل بالشرطة وما بتقولش اسمها، لكن بتقول إنها كانت تعرف تينا براون، وإن تينا حكت لها إن أدريانا خلاص راحت في مكان بعيد ومش هترجع تاني. الشرطة على طول أصدروا إذن تفتيش، ولما فتشوا عربية تينا لقوا دم على كرسي السواق وعلى الكنبة اللي ورا، وكمان
لقوا تطابق ما بين آثار العربية والآثار اللي كانت موجودة في مكان الحادثة. الجريمة حصلت في 24 مارس 2010 لما تينا براون اتصلت بجارتها أدريانا زيمرمان وطلبت منها إنها تزورها عشان يحلوا كل الخلافات اللي ما بينهم. أدريانا، واللي كانت فاكرة إنه أخيراً المشاكل خلصت، راحت يومها للمقطورة بتاعت تينا بالليل، لكنها أول لما دخلت تينا طلعت صاعق كهربي واستخدمته عليها أكتر من مرة لحد ما وقعت وبقت مش قادرة تتحرك. هيذر، واللي كانت موجودة في مكان الجريمة وقتها، حطت شراب في بق أدريانا عشان ما يطلعش منها أي صوت، وبريتني خبطتها على راسها. وبعدين رموها في شنطة عربية تينا وساقوا لحد الغابة القريبة من الحي. لما وصلوا تينا فتحت الشنطة. وقتها أدريانا حاولت تهرب، لكنهم لحقوها وتينا استخدمت عليها الصاعق تاني أكتر من مرة. مش بس كده، دي جابت بنزين ورشته عليها وولعت فيها بنفسها. وفي الوقت اللي أدريانا كانت فيه بتصوت وهي بتتحرق، التلاتة ساقوا العربية ورجعوا البيت وتخلصوا من الهدوم اللي كان عليها دم، وحاولوا إن هم ينظفوا آثار الجريمة من العربية، لكن الدم فضل موجود. الحقيقة ظهرت لما بريتني شهدت أثناء المحاكمة بتفاصيل الجريمة كجزء من صفقة تخفيف العقوبة. الاعترافات أثبتت إن الدافع ورا الجريمة كان الغيرة والمشاكل الشخصية. تينا كانت دايما في مشاكل وخناقات مع جيرانها ومنهم أدريانا، وبنتها بريتني اتخانقت معاها لما سمعت إنها اتكلمت مع حبيبها وراحت وحاولت إنها تضربها، لكن أدريانا دفعت عن نفسها بصاعق كهربي. وهنا الأم بتقرر إنها تنتقم لبنتها، فبتروح لجارتها هيذر وبتقول لها إن أدريانا على علاقة مع جوزها دارين عشان تورطها معاهم في الجريمة. وهنا التلاتة بيتفقوا على إن أدريانا هي مصدر كل المشاكل، وبيقرروا عشان يحلوا مشاكلهم إنهم يتخلصوا منها. المحاكمات بدأت في 2011. هيذر لي عملت صفقة مع النيابة واعترفت إنها بس ساعدت في الجريمة، وإن تينا هي اللي خططت وهي اللي نفذت. وفي يوليو 2012 اتحكم على هيذر ب 25 سنة سجن. أما تينا براون فاتحكمت بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وهيئة المحلفين وصلوا بالإجماع لأنها مذنبة. أثناء المحاكمة تينا اعتذرت لأهل أدريانا وقالت إنها ندمت على اللي عملته، بس طبعا ده ما يفرقش في حاجة. وفي 2012 اتحكم عليها بالإعدام. بنتها بريتني ميلر اعترفت، ولأنها كان سنها 16 سنة ما كانتش هتتحاكم بالإعدام. وفي مايو 2013 اتحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. أما أدريانا فماتت بعد 16 يوم من الحادثة، من غير ما تلحق تعرف إن كلامها قبل ما تموت هو اللي خلى المجرمين فعلا يتحاسبوا. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.